كده وما بصلكيش؟ لا لا ما عنديش حد بيبص لحد. انا مش نازله. ايه غدا؟ ايه ماما مش عارفه كنت حبيبتي فين؟ كانت بتكلمني بتقول لي انا طالعه لكم عايزاكم في موضوع مهم. مش عارفه تيجي. اهلا وسهلا. ايه طلعت. طب قومي شوفي. ايوه ايه يا غاده؟ ايه ماما اتفضلي. عامله ايه؟ عامله ايه يا حاج؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ عامله ايه يا هاله؟ اخبارك ايه؟ اهو الحمد لله نحمده ربنا. ازيك يا رشا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. عامله ايه ماما؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ خير يا ماما؟ فجعتيني. في حاجه ولا ايه؟ في حاجه كده عايزه اقول لك عليها يا بنتي. خير يا هاله. خير ان شاء الله. طبعا انت عارفه خلاص عدت الثانويه ويا بنتي الحي يبقى من الميت. مش فاهمه ماما في ايه ماما؟ بصي يا بنتي من الاخر كده، اولى ابراهيم يربي عيال اخوه. ايه ده؟ يعني ايه؟ عايز يساعدهم يعني في حاجه؟ يساعدهم عيال اخوه؟ لا مش يساعدهم يا غاده، انت فاهمه وكبيره وعارفه كل حاجه. ايه يا ماما ده اللي هي بتقول؟ عارفه يعني تقصدي ايه يا هي؟ يعني اقصد يا حاجه فاطمه ان ابراهيم اولى بعيال اخوه ومرات اخوه. الله يرحمه ويسامحه. اولى بمرات اخوه يعني ايه؟ يتجوزها؟ اللي انت بتقوليه ده يا ماما يبقى يا بنتي زيتنا في دقيقنا وهو اللي يربي عيال اخوه. محدش يربي عيال اخونا يعني ايه ما حدش يربي عيال اخوكم؟ كنت قلت لكم حد يربي عيال اخوكم؟ ليه يا غاده؟ وانت يعني طب ما قاعده معاكم يا هاله في البيت وانتوا كويسين مع بعض ومفيش اي حاجه. مش هنضحكوا على بعض يعني، احنا مش هنخالف شرع ربنا. احنا في بيت عيله. في بيت عيله ودي واحده صغيره يعني تعتبر يعني صغيره. طب ما قاعده في شقتها يا هاله فيها الطمع يا وقاعده في شقتها يا هاله وانا قاعده معاها. يا حاجه دي قاعده في وسطينا واحنا نخافوا عليها وكل حاجه، بس دي لسه صغيره وحلوه وفيها الطمع، يبقى اولى بيها سلفها يتجوزها ويربي عيال اخوه تبقى في وسطينا. احنا اتكلمنا مع ابراهيم وهو موافق. هو قال انا ما عنديش مشكله. انتوا اتكلمتوا مع ابراهيم وابراهيم موافق وغاده ملهاش راي؟ يا سلام، يعني وابراهيم لو وافق او ما وافقش خلاص كده يعني ايه ده ماما؟ ده مش عارف. ده غريب هيربي عيال اخونا. يعني مفيش حد. وانتوا شايفينها قايمه تتجوز؟ لا وانت افرض قلتي عايزه اتجوز، احنا مش هنخالف شرع ربنا. هقول لك روحي يا بنتي اتجوزي وعيشي حياتك. لا انا مش عايزه اتجوز. بس عيالك مش هتشوفيهم، هيبقوا معانا. لو انت فكرتي انك تتجوزي عيالك مش هتخليكي تشوفيهم. وهي كده مش بتخالف شرع ربنا؟ وانت كده مش بتخالف شرع ربنا. امال ايه؟ انا بقول لك اتجوزي ابني تبقي معانا، على الاقل تبقي في ذمته، هيربي عيال اخوه. بص هيخاف عليهم احسن من الغريب. وياخد ورث اخوه حاجه اخوه. ورث ايه؟ اللي وارث مين يورثك يا اختي؟ هو بعد الضنا في ورث يا غاده؟ هو انت بعد الضنا جايه تفكري في ما تتكلمي يا ماما؟ ايوه جايه افكر. انا مش عارفه. عيال ابني ما يتربوش مع حد. ازاي واحده تعيش مع واحد هي اصلا ما فكرتش فيه؟ وازاي يعني يا هاله؟ دي جوازه غصبانيه دي يا هاله. لا بالغصب. لا دي جوازه بالغصب دي. لا بالرضا. وافرضي هي مش راضيه. وافرضي هي مش راضيه. يبقى ما تفكريش في الجواز بقى من بعد منه. هو انا قلت لكم انا قايمه اتجوز؟ انتوا شايفينها يا جماعه قايمه تتجوز؟ بنعرفك الدنيا فيها ايه. يعني انت يا غاده ماشي، سيبك يا ستي من ابراهيم ابني، انت مش ناويه تتجوزي؟ لا مش ناويه اتجوز. محدش هيخش بيتنا هنا غريب. لا وانت فكرك لو هي فكرت انها تتجوز يخش هنا، ده قطع رجله قبل ما يخش. انت عبيطه يا بنت. كلمتين ابرك من 10. لو انت مش هتفكري تتجوزي هنشيلوكي على راسنا تقعدي تربي عيالك، لكن لو جيتي في يوم من الايام تقول انا عايزه اتجوز واشوف حياتي، انا لسه كده. شوفي حياتك. بصي يا حبيبتي انت دلوقتي سرقاكي السكينه بقاله سنه بس لسه، ده انت قدامها تبقي عايزه تتجوزي وتعيشي حياتك، مش هنضحك على بعض. لكن يوم ما تفكري انك تتجوزي مش هتشوفي ضفر عين ولا ليكي. ليه ده شرع مين ده؟ يتربوا معانا. هيتربوا في حضني انا، لكن يجي جوز ام يضربهم ولا يشتمهم ولا يعمل لهم حاجه، لا انا مش هستحمل يا فاطمه، تزعليش مني. معلش يا هاله بس الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش. ليه؟ هي مش قالت انا مش عايزه اتجوز؟ تقعد بيهم تربيهم كده كده يا ماما. انا مش عايزه اتجوز خلاص، هنشيلوكي على راسنا العمر كله. لكن تجيبي لي سيره الموضوع ده وتدخليني في حوارات، وبعدين ابنك ده مش متجوز. مين؟ ابنك ده مراته موافقه.
انت كده بتدخلينا في حوارات وبتعملي مشاكل. خلي بالك ازاي الموضوع ده يتقفل وانا ما اسمعش كلام من ده تاني. يا بنتي وهو ده حرام؟ الشرع محلل مثنى وثلاث ورباع عادي، ومحلل لها لو عايزه تتجوز تتجوز. لا مش شرط يكون اخوه جوزها ومتجوز ومراته معاه يا هاله. ده انت بتعملي مشاكل كده في البيت يا هاله، بتعملي مشاكل مع ابنك ومرات ابنك. لا يا حاجه ازاي يا هاله بتفكري كده؟ هي مراته موافقه وانا خدت رايهم قبل ما اجي لك. يعني انا افضل يعني انت خدتي رايهم هم وما خدتيش راي البهيمه؟ انا قلت هي في الاخر بقى اما نشوف. ليه هي في الاخر ليه؟ برضو دي حياتها يا هاله. لا 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 ما يصحش كده يا هاله الكلام ده. احنا ما منعناش ان هي تتجوز براحتها، بس عيالنا يتربوا في وسطينا. يعني انت كده ماما عملتي مشكله من غير مشكله. ليه؟ اولا انا لا هتجوز ابنك ولا غيره، بس انت روحتي وقلتي لسلفتي وعملتي مشاكل كده ماما. يعني ليه تحطيني انا في الحته دي؟ ليه يا بنتي وانا حطيتك انت في حته غلط؟ يا مش رحتي قلتي لمراته هجوز جوزك عادي وهي قبلت وعلى لسلفتك. هي ما تقدرش تقول لا. تقول لي قالت لي بقول لك ايه يا ماما، طالما هيعدل بينا انا ما عنديش اي مشكله عادي. انا ولا يعدل بينا ولا ما يعدلش بينا، انا الموضوع ده مش نافع معايا. براحتك، بس ما تجيش في يوم من الايام تقول انا عايزه اتجوز. احنا عملنا اللي علينا وقلنا لك. انا عملت اللي عليا. تتجوزي ابني على عيني وعلى راسي، راضي في وسطينا وعيالك. بس ده مش شرع ربنا ابدا يا وعلى فكره هاله. بقى بعد الكلام اللي انت قلتيه ده، انا مش نازله تحت عندك. ليه؟ طالما انت حطيتيني بقى في وضع ان ده باصص لي وده ممكن يتجوزني. لا ما بصلكيش. لا ما عنديش حد بيبص لحد. انا مش نازله. مش اتكلمتي وقلتي لمراته وخدتي راي مراته؟ يا حبيبتي انا بقول انا مش عارفه اصلا ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. انا قلت رايي بس، لكن هو من ناحيه يبص لك والكلام ده ما عنديش الكلام ده. انت عارفه عيالي كلهم الحمد لله محترمين. مش انا في بيتي كفي خيري شري وامي قاعده معايا، يا اما اروح اقعد عند امي يومين وخلصنا. ما هي امك مش تفضل قاعده معاكي على طول يا ست غاد؟ ليه امي قاعده ليه يا اختي مش لها بيتها؟ الله ما تزعليش مني يا حاجه. يا سلام. ويعني انا اسيب بنتي قاعده لوحدها؟ انا بنتي قاعده انا قاعده معاها، انا روحت بنتي روحت معاها. لا بنتك قاعده في وسطينا في بيت عيله يا حاجه. ايه اللي في بيت عيله ده؟ ليه؟ بس ولو عايزه تروح تقعد عند امها يومين هتمنعيها يا هاله؟ لا تروح، ما نقدرش نمنعها. بس خلاص. اما يجي بقى وقت الجواز يبقى يحلها ربنا. ماشي، احنا كده قلنا لك الكلمتين وحطيهم بقى في دماغك، فكري فيهم، تردي على اننا شوفي اللي هيريحك تعملي ايه. عايزه يلا ماما؟ يلا بينا. يلا يا بنتي. بصي انا زهقت والله بجد. اعمل ايه؟ طب نصيبي كده، انا نصيبي كده. اعمل ايه؟ مش راضيه تتجوز. بس لو جت في يوم من الايام، انا بقول لكم عشان تبقوا شاهدين عليا، قالت لي انا هتجوز، عيالها مش هتشوفها، وانا كده يا بنتي عملت اللي عليا وخلاص. انت بتراعي ضميرك يا ماما. براعي ضميري، ما خالفتش شرع ربنا. قلت لك اتجوزي، انت مش هتتجوزي خلاص اقعدي ربنا. ايه تتجوز دي؟ يعني يا تتجوز ابنك يا ما تتجوزش. لا ده اللي عندي، ده شرع ربنا. بعتبر اخوات جوزي كلهم اخواتي. ايه اللي انت بتفكري فيه ده؟ يا بنتي اخواتك ولا مش اخواتك؟ مفيش يا اختي اخوات جوزي بيبقوا اخواتك. خلاص اخوهم كده الله يرحمه، الحي يبقى من الميت. يا سلام. يعني؟ ده ايه الكلام ده؟ انا مش عارفه انت يا اختي بصراحه ربنا. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خدي الباب في ايدك يا ماما. ماشي يا اختي هاخده في ايدي. بصي البنت وادبها وما قاعده احتملتها شويه. يلا. اصل انت بتقولي كلام غريب. شفتي يا ماما الست جايه تطلب ايه؟ سيبيكي منها، خليها تقول اللي هي عايزه تقوله. ايه العالم دي؟ ما اعرفش بيفكروا ازاي كده. ما بيفكروش ان الجواز ده اسمه ونصيب، ولو ليكي نصيب في اخوه هتتجوزيه، لو ليكي نصيب في غيره هتتجوزيه. الجواز ده بنتي اسمه ونصيب. انا قلت بتقول ابنها عايز يربي عيال اخوه، قلت عايز يطلع لهم حاجه من الاراضي اللي عندهم، في حاجه عايز يتكفل بعيل من المدرسه. انا مش عارفه يا ماما بيفكروا ازاي، ما اعرفش هم سلوهم غريب وعاداتهم غريبه. بصي يا غاده، انا هقول لك كلمتين. انت خليكي قاعده كافيه خيرك شرك في شقتك، ما فيش احتكاك بقى بالجماعه دول، ولا تطلعي ولا تنزلي. انا مش هنزل، لان كده ممكن مرات اخوه تكون واخده موقف منك. أكيد هي ممكن عايزه تراضيهم وتقول لهم انا موافقه، لكن من جواها ما تعرفيش ايه نواياها من جوه. فخليكي يا بنتي قاعده كافيه خيرك شرك في بيتك. اكيد يا ماما، حقها طبعا. دول اقول فيهم ايه؟ معلش اعمل لك شاي يا ماما. ماشي يا توت.